كشف محمد فارسي لاعب نادي كولومبوس الأمريكي عن تفاصيل دعوة الاتحادية الكندية لكرة القدم التي تم رفضها من قبله، ولمح الظهير الأيمن لنادي كولومبوس إلى إمكانية حمله قميص المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا في حواره لموقع لا غازيت دي فيناك الذي نشر اليوم: أؤكد أنني رفضت دعوة منتخب كندا في الوقت الراهن. بالنسبة لي لست على أتم الاستعداد لاتخاذ قرار فيما يخص الاختيار الأمثل، سأستغل وقتي المتاح للاختيار. كما أضاف محمد فارسي صاحب الأصول الجزائرية: سأفكر في الأمر مع المناجير الخاص قبل إعلان موقف نهائي، هذا الأمر مهم جدا. كما أردف فارسي عن إمكانية تواجده في كان 2023 رفقة الخضر لما لا، خاصة إذا اتضحت الرؤية بشأن فرصتي مع الدعوة وقراري باختيار الجزائر إن شاء الله. اللعب في كأس إفريقيا 2023 سيكون هدفي أن أكون جزء من هذه المجموعة وأنشط منافسة كأس إفريقيا.